حاسس بكلكوعة أو ورم في أي مكان؟ السؤال مش هو كبير ولا صغير. مش كل ورم معناه حاجة خطيرة، بس كل ورم محتاج يتشاف. الورم ببساطة هو نمو غير طبيعي لأنسجة الجسم، وفي منه نوعين: الورم الحميد والورم السرطاني أو الورم الخبيث. الورم الحميد دايماً بينمو بشكل بطيء ومش بينتشر في باقي الجسم، أما الورم السرطاني أو الورم الخبيث بينمو بشكل متسارع وبشكل سريع جداً، وممكن ينتشر لأجزاء تانية من الجسم ويعمل مضاعفات. إمتى لو عندك ورم لازم تقلق وتكشف فوراً؟ لو الورم بيكبر بسرعة، لو بتحس بألم، لو بدأ يأثر على عضو معين في جسمك، ولو الورم صلب جداً أو ثابت ما بيتحركش، لو في أعراض تانية زي فقدان في الوزن مفاجئ أو تعب مستمر أو تغير في لون الجلد، لو ظهر في أماكن زي الثدي أو الرقبة أو تحت الإبط أو في الخصية. الفحص المبكر مهم جدا، لأن الورم لو اتشاف بدري سواء حميد أو خبيث فرص العلاج بتكون أحسن بكتير جدا. والأهم ما تحاولش تطمن نفسك لوحدك، الكلمة الأخيرة دايما بتكون للطبيب والفحوصات.